يعني انا نفسي اشوف مدير فني بيمسك النادي ده، بيقعد محمد هاني دكه وبيعتمد على، اقول لك ما يعتمدش اصلا، اقول لك نلعب من غير باك يمين. اراهنك اراهنك مش هنحس بحاجه، مش هنحس اصلا احنا بنلعب ناقصين. بسم الله كده وصحصح معايا. مودرن فيوتشر 7 مليون يورو القيمه التسويقيه، فاركو 2.18، المحله 2.48، بيراميدز 22 ونص، انبي 4.33، سيراميكا 8.40، الحرس 3.48. كل دول كده القيمة السوقية بتاعة البشوات اللي احنا قابلناهم من ساعة ما الدوري بدأ لغاية النهاردة. الأهلي بابا الشغلانة بس هو مريح شوية، 38 مليون يورو، دي القيمة السوقية. فلما اجي اقول لك ان انا بلعب مع فرقة زي حرس الحدود، القيمه السوقيه بتاعتي تفوقها ب 35 مليون. لما اجي اقول لك ان عندي لاعب زي تريزيجيه قيمته السوقيه فرقتين من اللي انا لعبتهم وتعادلت معاهم. سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف الاول للاهلي جراديشار، تحفه تحفه، تمام عظيم. بس قبل ما نخش في الهدف الاول لكابتن جراديشار، هنرجع للتشكيله. التشكيله اللي كابتن عماد النحاس عمل فيها جزء كويس جدا في الدفاع، وعمل جزء سيء جدا في الهجوم. جزء سيء جدا، عارف اللي هو لما تيجي مش عارف تعمل جاكيت البدله فالبنطلون مش عارف ايه، ولما هو ده اللي حصل. لما تيجي تبدا بدايه ممتازه دفاعيا، وانبسطت جدا لما شفت شكل الدفاع. ليه انبسطت؟ لان ياسين مرعي لعيب كوره ودوره جاي في الكلام، لعيب كوره بمعنى الكلمه. ياسين مرعي هو اكفأ واحد يلعب معاك في الدفاع من كل اللعيبه بتاعه الاهلي. والثنائيه اللي لازم تكون معاه هي ياسر ابراهيم، بنسخه ياسر ابراهيم الرجوله اللي موجوده دلوقتي. هو دوت الثنائيه اللي ما ينفعش ما تكونش للاهلي في وسط كل اللي موجودين دول. الباك الشمال الحمد لله ما لعبناش بكوكا، ولعبنا بالعش. العش دفاعيا المفروض ان هو احسن من كوكا، رغم ان ده برضه ما ظهرش النهارده. بس بدايه النهارده تحسسك ان انت دفاعيا كابتن عماد النحاس عمل حاجه مختلفه. وقفت شوبير مكان الشناوي، بيدي لشوبير فرصه، بيريح الشناوي عشان ماتش الزمالك ايا كان. سمي الله تخش في خط الوسط وفي الهجوم بلح. ثنائيه ديانج ومروان عطيه، وفكره ان ديانج دوت يبقى رقم 8 امتى نجحت مع الاهلي؟ ما اجيب يا باشا حسين الشحات يلعب في مركز 8، تمام، جنب يبقى مروان 6 وحسين الشحات 8، وانزل احمد رضا والعبها كده. انما ايه اللي احنا عاملينه؟ وتريزيجيه بيلعب في نص الملعب وحسين الشحات وينج، ويوم ما ابقى بعمل السويتش الجامد اجيب حسين الشحات يلعب في نص الملعب، واودي تريزيجيه وينج واعكس بينهم، اجيب طاهر اللي يعني مش فاهمه. طاهر المفروض يجي يلعب مكان حسين الشحات. هو ده المدرب ان انا بفضل اعمل سويتشات؟ انا ما شفتش جمله، انا ما شفتش جمله. الدقيقه 7 هاني، انا مش فاهم هو بيعمل ايه. اللي هي الكره اللي قبل الجون، وهاني رايح بيها راجع بيها لورا وبيحجز عليها. انا ابويا كان بيتفرج معايا على الماتش، فوهاني بيرجع كده انا بقول له انا مش فاهم هو بيعمل ايه، ما ينجز ويلعبها. بعمل كده لقيت الكره دخلت الجون حرفيا. محمد هاني، نفسي افهم احنا ليه بنعمل في نفسنا كده، وليه دايما الاجوال اللي بتخش فينا بتكون اجوال بالمنظر ده؟ ليه دايما بندي الفرقه هدايا واحنا اصلا مش ناقصين؟ جه في دماغي ماتش بتروجيت بالظبط وانا بتفرج، بتروجيت بتاع السنه اللي فاتت اللي برضه سبحان الله انتهى 3-2، برضه انتهى 3-2 زي ما السنه اللي فاتت في الكليه الحربيه انتهى 3-2 باخطاء دفاعيه ساذجه من عندنا، لبسنا هدفين وجراديشار جاب لنا جون الفوز. النهارده برضه بتلبس هدفين باخطاء دفاعيه ساذجه. ده كان بتروجيت وده الحرس. بعد كده الدقيقه 15 ياسر يرجعها غلط وكنا هنلبس هدف تاني. انا لسه بشكر فيك يا ياسر. بعد كده ايه، حسيت انا من الكره لما بتيجي لشوبير حسيت ان هو مهزوز، حتى كاتب حاسس ان شوبير مهزوز. مش ده مصطفى شوبير اللي هو بتاعنا، اللي هو محمد مصطفى شوبير اللي كان بيقف فاينل افريقيا. حاسس ان في حاجه غلط في مصطفى شوبير. بعد كده مروان عطيه شاط كوره تحفه، تحفه حرفيا شاطها وعجبني جدا مروان. بعد كده مروان عمل تمريره حلوه جدا في الدقيقه 19 اللي كانت لحسين الشحات. لغايه دلوقتي انا كاتب اهو مروان احسن واحد في الماتش. اللي بعديه على طول ديانج سيء، الدقيقه 25 اسوأ ما يكون ديانج، ولا عارف يستلم ولا عارف يسلم ولا عارف يقطع الكوره.
في ناس تقول لك ايه، اصل هو مشغول بالتجديد، بس يشغل دماغه، ما حدش يجيب سيره الهبل ده. ديانج كان في مرتده كنا رايحين بيها ورايحين ماشيين، ديانج راح مرجعها لورا. بعد كده كاتب ايه، حرام يبقى ما عندناش باك شمال. انا مش بقارن بين علي معلول وباك الشمال، احنا اصلا ما عندناش باك شمال. انت فاهم؟ احنا مشينا معلول واحنا ما عندناش باك شمال. اشرف داري مدافع اجنبي بتدفع له فلوس مخلينه في الفريق، ماشي. بعد كده كاتب طاهر، انا زهقت والله، انا كاتب كده طاهر وديانج لو خرجوا مش هتحسوا بفرق، وهاني معاهم كمان. لو خرجوا الثلاثه دولت ولا هتحس ان احنا اصلا بنلعب ناقصين ثلاث لعيبه. مش متخيل ان طاهر ده بيلعب على بن شرقي بجد، مش متخيل. مروان عطيه عمل تمريره تاني تحفه في الدقيقه 29، وجالنا منها ايه اللي الشحات رقص، وجالنا منها فاول. اول ما شفت الفاول ده قلت الله يمسيك بالخير يا وسام. الفاولات لاي فريق في الكوكب حل الا عندنا، اي حد بيشوطها، وكده كده اي حد هيشوطها في جسم اللعيبه اللي قدامك. بعد كده مروان عطيه من كتر الكور اللي كان عمال يلعبها يمين شمال وكور حلوه جدا، انا في كوره بقى مروان عطيه لعبها كده لاي حد، يعني لعبها بتوع حرس الحدود. فكتبت له ايه، كتبت له ما انت مش لوكا مودريتش يا مروان، وبجد والله يعني هي حلوه بس مش كل كوره، مش كل كوره والله. بعد كده ايه بقى ديانج جوه المنطقه استلم وقع، الكره اللي جت لديانج جوه المنطقه اللي جه شبهها الجراديشار في اول الماتش، جت جراديشار جت له شوط، ديانج استلم وقع، الكره راحت لحرس الحدود يا عمي. بعد كده بقى عملنا السويتش اللي هو حسين الشحات يجي مكان طاهر، وطاهر يجي مكان حسين الشحات. فين الفكره يا كابتن عماد؟ فين الفكره بجد؟ بعد كده ايه، الشوط الاول بيخلص رحت كاتب ايه، خرج يا كابتن ديانج وتريزيجيه وطاهر، ونزل لنا احمد رضا وعبد القادر وبن شرقي يا كابتن عماد. ضربة جزاء للاهلي وجول لتريزيجيه، لسه عندي كلام. نفس الحوار اللي انا قلته. خلص الشوط الاول، لقيت الشوط الثاني اللعيبه نازله زي ما هي. نفسي اعرف يا كابتن عماد ايه اللي انت شفته من اللعيبه ديت في الشوط الاول خلاك مع بدايه الشوط الثاني ان انت ما تفكرش ان انت تنزل مثلا لعيبه ثانيه. بتكلم بجد والله، يعني ايه اللي هم عملوه مثلا؟ بعد كده كتبت كابتن عماد ارجوك خرج تريزيجيه عشان ما ياخدش انذار. اللي تحتها على طول دخل فينا التعادل. حبيب قلبي يا طاهر، كرة بتتلعب عرضية، طاهر محمد طاهر مكلف برقابة اللاعب، كرة بتنزل في رجل طاهر محمد طاهر بتخش فينا جون يعتبر، يعني ماشي يعني الجديد. الحرس دخل 4 أهداف في 6 مباريات قبل الماتش بتاعنا. احنا خليناه يدخل هدفين في ماتش عادي، هو تقريبا ما عملهاش غير مرة واحدة في ال6 مباريات دولت. عندنا احنا بمنتهى السهولة بيدخل في الأهلي عادي. الدقيقة 56 نزل الكرة على ال 18 لمحمد هاني، استلمها استلمها على رجله راحت للاعب الحرس جوه ال 18. 100 100. بن شرقي وشريف نزلوا، وطلع طاهر والشحات. محمد شريف الدقيقة 64 هجمة للحرس، خرجوا ساعتها بالكورة بطريقة احنا ما عملناهاش، والله العظيم ما عملناهاش طول الماتش. نزل لنا بقى اوكا اللاعب الجميل، لاعب حرس الحدود رقم 74، اللاعب اللي عنده 22 سنة ومحمد هاني عنده 29 سنة. يعني الله اكبر، هو علم هاني الكوره، هو خلى محمد هاني ياكل النجيله في الماتش النهارده. خده على الخط، وبعد كده من جول الحرس ولعبها اون تو وطلع بيها مرتده لقدام وجري، ومحمد هاني وراه، محمد هاني الناشئ. مش مهم يعني ماشي. وبعد كده جت كوره، يعني اللي هي الكوره اللي انا بتكلم عليها دي، راحت لاوكا ده عدى وراح مباصيها، دفاعنا واقف بيتفرج تمام. راح جاي واد كده بتاع الحرس كان هيشوطها، دخل مروان الله يبارك له، مروان عطيه الله يبارك له، راح قاطع الكوره في اخر لحظه، الله يبارك له. كابتن عماد نزل عمر كمال وطلع جراديشار، ما فهمتهاش، مش مهم. بعد كده جت كرة تاني للاعب الحرس، كاتب تاني اللي عنده 22 سنة اوكا رقم 74، اللاعب ده جامد جدا يا جدعان. جات له الكرة تاني، عمل في محمد هاني حاجة عيب بجد والله، يعني هو رقصه ترقيصة وحشة قوي. بعد كده ايه، لمسة من رضا في الدقيقة 78 اللي هي الجون التالت بتاعنا. ديانج في 77 دقيقة ما عملهاش. يعني ديانج اللي هو نازل، ديانج اصلا طول الماتش ما عملش التمريره دي، تمريره وديتك قصاد الجون اتلعبت هوب جات لك جون، الحمد لله، الحمد لله بجد. بعد كده كاتب ايه، محمد هاني وربنا انا زهقت. محمد هاني الكرة مرفوعة عرضية بينط كده، والله يعني هو بجد مش بتريق والله، هو بينط كده، الكرة عدت من فوقيه وراحت علينا بهجمة يا عمي.
بعد كده ايه بقى؟ بعد كده لبسنا ركنيه من الكره اللي هي بتاعت محمد هاني دي، وكانت هتخش فينا جول. بعد كده عبد القادر عدى من اتنين وحل فردي تحفه، ورفع كره تحفه لبن شرقي. عبد القادر عمل كوره لبن شرقي وعدى من اتنين. طاهر محمد طاهر طول الفتره اللي لعبها، مش في الماتش اللي لعبها في الاهلي، طاهر محمد طاهر ما عداش من الاتنين دول. عملنا مرتده تريزيجيه ده لشريف عالميه. محمد شريف نفس اللي قلتها في ماتش سيراميكا بالظبط، والله بالملي. محمد شريف كل ما الكرة بتجيله قبل ما يحترف، يعني قبل ما يروح الخليج، كان كل كرة بتجيله اول ما تجيله تروح شاطها مره واحده، اول ما تجيله تروح شاطها مره واحده. ونفع كويس جدا في ماتش الزمالك في الجونين اللي جابهم في ماتش 3-0 اللي سجل في كهربا الهدف الاول. محمد شريف اي كرة دلوقتي بتجيله ايا كان مين قصاده، الكرة بتجيله شيطه كده، الكرة بتجيله شيطه كده. والله يعني فاهم اللي هو صباح الفل يعني. ملوش في اي حاجه بجد والله. كل ما الكرة تجيله محمد شريف بيروح شايطها، هو مش باصص اصلا. فالكرة تريزيجيه لعبها له عالميه انفراد، محمد شريف هوبا حته رونالدينيو يا عمي. بعد كده محمد شريف نزلت له كرة تاني قصاد الجول، قصاد الجول شاطها بره. لا ده كانت جوه السته دي. شريف جات له كرة ثالثه، فالكرة جات له واستلمها، بدل ما يديها لاحمد عبد القادر اللي فاضي، عبد القادر يشوطها يجيبها جون، شريف عايز يلف ويشوطها، يعني زي حته نهضه بركان، فاهم انت. بعد كده ايه بقى؟ قلت الله يمسيك بالخير يا وسام، والماتش انتهى. قلت ليه كده؟ علشان وسام ابو علي لو كان موجود في الماتش ده، من كميه الفاولات اللي جات لنا كان سجل 3 4 اجوان. من كميه الكور اللي جات لمحمد شريف، وسام كان طلع من الماتش ده هداف الدوري. الاهلي بيكسب 3-2 فرقه حرس الحدود، وبيبقى في المركز الرابع تقريبا. والمفروض ان الزمالك هيلعب كمان شويه، والمفروض ان الماتش الجاي الاهلي والزمالك، وكابتن عماد النحاس هيبقى هو المدير الفني. صباح الفل. كابتن عماد النحاس صباح الفل، اللي هتنزل بالشناوي ومحمد هاني، وهتلعب بياسر ابراهيم وياسين مرعي، وهتلعب بالباك الشمال بكوكا، وهتلعب في نص الملعب باللاعب مروان عطية، وهتلعب معاه بديانج لو بن رمضان ما خفش، وهتلعب قدامه بتريزيجيه جنبه يعني، وهتلعب على الشمال ببن شرقي، وعلى اليمين بطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم بمحمد شريف. شوف الماتش فاضل عليه اسبوع، وانا عارف ان دي التشكيله. حسبي الله ونعم الوكيل، والله بجد. وهنلعب بطاهر، وهيخش فينا هدف، وطاهر يبقى اول تبديل، وهننزل اللعيبه واحنا مضغوطين، مش هنعرف نعمل حاجه. الماتش هيخلص تعادل بالعافيه لو عرفنا نتعادل، او الزمالك هيكسب لو ظهرنا بالمظهر ده. علشان احنا لما كنا بننزل بنلعب مع بايرن ميونخ، نلعب مع بالميراس، نلعب مع ريال مدريد، بلعب مع الاتحاد السعودي، بلعب مع الاهلي مع اتحاد جده، وعايز اكسبهم، بقيت بنزل قصاد الحرس، وقصاد سيراميكا، وقصاد مودرن، وقصاد غزل المحله، وقصاد انبي. مع احترامنا لكل الفرق، احترامنا لكل الفرق، بنقعد في الدقيقه 89 و88 حاطين ايدينا على قلبنا، يا اما عايزين نسجل وخايفين يخش فينا هدف ونخسر، يا اما عايزين نسجل اصلا علشان نتعادل، يا اما عايزين نسجل عشان نكسب. ما احنا كل ماتش بقينا على الحال ده. كابتن خطيب، حضرتك شايف شكل الفرقه وايه الجديد؟ يعني قال لك احنا بعنا وسام علشان ايه؟ خدنا من وراه 7.5 مليون دولار، جبنا لكم محمد شريف، ودلوقتي بيقول لك الاهلي يحط بند امام عشان يمشي ب 10 مليون. هنمشي امام ونروح نتعاقد بقى مع مين؟ مع صالح جمعه. روح هات صالح جمعه.